من غير كلام كتير، الفيديو ده هيفرق في حياتك جدا، وعايزك تركز في كل كلمه انا هقولها في الفيديو ده. ولو انت لسه مخطوبه او لسه داخله على فتره خطوبه يبقى الفيديو ده ليك جدا. ده غير ان انا عايزك تحكم بالحق في القصه اللي انت هتسمعها دلوقتي. يلا بينا. بيقول لك ان كان في عروسه يوم فرحها استخدمت اللينسز اللي هي العدسات اللي بتتركب في العين، عدسات ملونه زي معظم العرايس، وفجاه وفي نص الفرح مره واحده كده البنت مش شايفه قدامها غير سواد وضلمه. بس لحسن الحظ ان كان في جنب قاعه الفرح صيدليه، فراح باعتين للدكتوره اللي واقفه في الصيدليه علشان تتصرف كاقرب حل. المهم بقى ان الدكتوره شالت من عينيها العدسات وسالت شويه دكاتره عندها على الجروب على ايه المفروض يتعمل في الحاله اللي زي ديت، وشرحت لهم الموقف بكل تفاصيله. فكل الدكاتره اللي كانت على الجروب اجمعت ان الفرح لازم يوقف والعروسه تطلع على الطوارئ فورا او لاقرب دكتور رمد، لان ده احتمال تكون قرحه من العدسات والحاله خطيره جدا. تفتكروا بقى كان ايه موقف جثه في الحاله ديت؟ كان مصمم ان الدكتوره بتاع الصيدليه تدي لها اي حاجه من الصيدليه ويكمل الفرح عادي. المهم بقى ان الدكتوره عرضت كلام الدكاتره اللي على الجروب دوت على ابو العروسه وامها. ابو العروسه راح موقف الفرح فعلا، فجثه راح لابوها وقال لها خدها انا مش عايزها، انا ما لمستهاش، لسه عندك هي معلش وبعد كده نبقى نتكلم. فالبنت راحت المستشفى مع ابوها والفرح اتفض. فعدستين كانوا قادرين ان هم يكشفوا حقيقه شخص كامله، واحد كان عايز يكمل الفرح ويتبسط ولا كأن في حاجه حصلت، ومراته شبه معميه وبيقول للدكتوره اديها اي حاجه رغم الاجماع على خطوره الموقف. بس البي كان عايز يكمل الفرح عادي وما يفرقش معاه خطيبته او مرته، فالفرح عنده اهم من صحه مراته. وفي الاخر بيقول لابوها خد عليشها وبعدين نتكلم، ولا كانها ثلاجه او غساله باظت وعايز يصلحها. هو نفس الشخص اللي لو مراته تعبت بعد الجواز او جرى لها حاجه هيرميها ويروح يشوف غيرها، ما عندوش ادنى استعداد ان هو يتحمل مرضها ولا ظروفها اللي حصلت غصب عنها، مع ان ممكن تاني يوم يعني بقدره ربنا يصحى من النوم عاجز. فبصراحه انا الحقيقه مش قادر اتخيل وجعها على اجمل ليله في عمرها اللي باظت، ولا على شريك حياتها اللي خلع من اول ازمه ليها، ولا على عينيها اللي حصل لها جرح في القرنيه ومحتاجه عمليه. بس اللي اقدر اتخيل ان ربنا بيحبنا لدرجه ان هو بينقذنا واحنا على حافه الحفره، يعني واحنا خلاص هنقع، وبيكشف لنا على حقائق ناس قبل ما نغرق في وحله من العمر كله. فانا بشوف مشاكل زوجيه كتير جدا وبحاول ان اساعدهم واقدم حل بسيط على قد ما اقدر. بصوا يا جماعه، هو انا لما بسمع ان في حد فركش الخطوبه ببقى عايز اروح اقول له الف مبروك. في ناس منكم ممكن تقول ايه التخلف ده، ايه العبط ده، ايه اللي انت بتقوله؟ بس استنى افهمك قبل ما تحكم عليا. ليه ببقى عايز ابارك للشخص اللي فركش الخطوبه؟ بكل بساطه لان هم طالما وصلوا لمرحله الانفصال في الخطوبه ده معناه ان هم اكتشفوا غلط في شخصيتهم او في علاقتهم وقرروا ان هم ما يكملوش مع بعض، فينفصلوا احسن ما يكملوا عادي، ويبقى بينهم من حياتهم اللي جايه قصه فشل وخناقات ومشاكل وحاجات صعبه، وبدل ما العلاقه ما بينهم تفشل في وقت صعب زي كده. وبالظبط ما ينفعش انك تبني بيتك على رمله، يعني شويه ريح وعواصف ممكن تهد البيت وتوقعه على مفيش. فالريح والعواصف هنا يعني ممكن تكون الظروف والتحديات الحياه، مجرد بس ما تخبط في البيت دوت ممكن يتهد علاقتهم مع بعض. ولكن الصح ان البيت ده يتبني على الصخره، فمهما الريح جت وخبطت فيها وعواصف خبطت معاهم ما ياثرش في البيت ولا المبنى يقع. يعني مهما كانت التحديات بتقابلهم طول ما علاقتهم قويه ببعضهم وبيحبوا بعض فعلا، البيت ده هيكون مبني على الصخر، مفيش اي ظروف ولا اي تحديات هتقدر توجعهم ولا تاثر فيهم. فكويس ان علاقتكم تبقى قويه وتقوى اكتر مع الوقت. بس اللي انا عايز برضه اقوله واركز عليه ان فتره الخطوبه معموله علشان نتعرف على بعض اكتر، نتعرف على شخصيات بعض، ونشوف هل ينفع ان احنا نكمل مع بعض ونبني بيتنا سوا على صخره ولا لا. فما تخلوش العواطف والمشاعر تنسيكم اللي المفروض تكونوا بتدوروا عليه وقت الخطوبه. فدور واسال على حياتكم الزوجيه مع بعض هتمشي ازاي في الفتره الجايه. كنا عاملين فيديو على القناه هنا ان 2 مخطوبين عملوا فكره روعه في فتره الخطوبه، كل واحد من التاني خد ارقام صاحبه وجرايب الشخص التاني وبدا ان هو يتواصل معاه ويتكلم معاه. فلانه ديت ايه رايك فيها؟ بتغضب ازاي؟ بتزعل من ايه؟ بتحب ايه؟ وهي برضه ترن على اصحابه وعلى جرايبه. فلان دوت بيزعل من ايه؟ بيحب ايه؟ ايه اللي بيغضبه؟ ايه اللي بيكرهه؟ ايه اللي بيبقى بيستمتع لما بيعملوا؟ الاثنين قدروا يجمعوا داتا على بعضهم، فالشخص دوت بيتعامل
بالحاجات اللي هو المفروض يتعامل للشخص التاني عشان يفهم ويحب ويجرب منه اكتر. فانا هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو دوت في علامه الاي اللي فوق او في وصف الفيديو اللي انت بتسمعه دلوقتي، فاشجعك انك تبقى تسمع بعد الفيديو ده. الخلاصه، فتره الخطوبه هي فتره بتكشف خبايا الشخص اللي قدامك واللي انت هتحاول انك ترتبط بيه، وبتحاول ان هي تبين لنا شخصيه اللي قدامنا. بس انا عارف السؤال اللي بيدور في بال كل واحد بيسمع الفيديو دلوقتي هو ان الواحد في فتره الخطوبه بيحاول يظهر باحسن شكل قدام خطيبته او خطيبها، فبيمثلوا على بعض. خليني اقول لك بقى ان ديت ميزه فتره الخطوبه، ان هي تكون طويله شويه. اقصد بطويله مش يعني لا تتجاوز السنتين، يعني ما تعديش السنتين وتبقى طويله كده ممكن الخطوبه تبوظ. وفي نفس الوقت ما تكونش قصيره، يعني من 6 اشهر لسنه ونص، دي انسب فتره خطوبه، لان اقل من كده هيكون لسه ما تعرفوش على بعض، واكتر من كده ممكن تحصل مشاكل ويبعدوا عن بعض. المهم كل ما كانت فتره الخطوبه اطول كل ما قدرت انك تكتشف الشخص على حقيقته اكتر. وطبعا عمره ما هيقدر يمثل فتره طويله بنفس المشهد او نفس الحكايه او نفس الحوار، مسيره هيرجع والايام هتكشفه. مثال على كده، ممكن واحد يكون بيمثل على خطيبته ان هو ما بيدخنش ولا عمره في حياته دخن، بس هو في الاصل بيدخن، بس هو ما بيدخنش قدام خطيبته، بس بعد فتره مسيره هيدخن قدام حد من اللي هي تعرفه او قريب منها، تعرفه كويس يعني، او يشوفه بيدخن، او ممكن بالصدفه كده تشم ريحه بوج وريحه دخان، ساعتها هتكتشف ان هو بيدخن وان هو بيكذب عليها. اللي انا عايز اقوله ان الايام بتكشف، فالوضوح في العلاقات بيكون حلو. خليك واضح مع الشخص اللي انت هترتبط بيه، وعارف عيوبك قبل مميزاتك، واسال هل هتقدر تتعايش مع العيوب ديت ولا لا، لان ده هيبقى قرارك انك هتتعايش معايا، هتتعايش العمر كله، وما تجيش بعد كده وتقول ان انت خدعتني او ان انت جرحتني. نرجع بقى للجماعه اللي هم فركش الفرح دول، لو انت مكان البنت ديت وبعد ما ترجع بالسلامه هتعمل ايه مع الشخص اللي هو كان مصر ان هو الفرح يكمل؟ ولو انت مكان ابو العروسه او صاحب العريس هتعمل ايه مع الشخص ده؟ انا مستني اشوف كل تعليقاتكم على القصه وعلى كلامي، واحب ان انا انوه كمان ان احنا عاملين لينك اللي هو لمشاركه كل المشاكل اللي انت بتمر بيها او بتعاني منها، ولو في مشكله انت بتمر بيها او مشكله عندك وعاوز ان حد يساعدك او يقدم لك نصيحه ومش عايز تعرفنا انت مين، هتلاقيني سايب لك لينك الصراحه في وصف الفيديو اللي انت بتسمع دلوقتي. ادخل على اللينك واكتب المشكله اللي عندك او الحاله النفسيه اللي انت بتمر بيها وابعتها لي، واحنا نحاول ان احنا نكون بنساعدك في نصيحه او حكمه من خلال ان احنا ممكن نعمل لك فيديو ونعرض مشكلتك يوم الجمعه. كل اللي عليك بس انك هتتابع الفيديو اللي هينزل عن المشكله بتاعتك، والناس هتقدم لك النصيحه او الحلول او الحكمه بتاعتها، او لو هم عندهم تجربه نفس المشكله بتاعتك وعدوا منها هيحاولوا ان هم يكتبوها لك في التعليقات. كل اللي عليك انك هتتابع التعليقات اللي هتنزل عن المشكله بتاعتك، او لو كنت عاوز انك تكلمنا بصوره شخصيه بقى هتلاقيني سايب لك كل لينكات التواصل في وصف برضه الفيديو اللي انت بتسمع دلوقتي. ادخل على لينكات التواصل احنا هنكون سايبها لك، وما تترددش انك تكلمنا او تبعت لنا كل الحاجات اللي انت بتمر بيها او الحاجه اللي انت عايز تشاركنا بيها، او ممكن تكون كمان انت الشخص اللي بتساعد غيرك من خلال انك تشوف الفيديوهات اللي احنا بننزلها كل يوم جمعه وتشارك برايك او تشارك بالنصيحه بتاعتك، او لو عندك نفس التجربه اللي انت عند الشخص الفلاني اللي مر بيها ديت ممكن تكتبها له، وانك ممكن تكون بتساعد غيرك. فاحنا هدفنا الاول والاخير ان احنا نكون بنساعد بعض ونقدم النصايح لبعض. فكل اللي عليك بس انك تشوف الفيديو وتشوف المشكله وتقدم النصيحه بتاعتك من وجهه نظرك اللي ممكن تكون بتساعد بها غيرك. ما تنساش بقى انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، مهم جدا انك تفعل زر الجرس علشان كل مشكله او كل قصه احنا بننزلها يكون بتجيلك اشعار وتدخل تشوفها وتحاول انك تقدم نصيحه وتساعد غيرك. وما تنساش برضه انك تعمل لايك للفيديو عشان ده بيساعد ان الفيديو ينتشر بسرعه اوسع. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو اللي انت بتسمعه ايا كان الفيديو، سواء كان الفيديو دوت محتوى هادف، اللايك بس بيساعد ان الفيديو ينتشر بسرعه اوسع. فالخوارزميات بتاع اليوتيوب بتعرف ان الفيديو ده كويس ومناسب للناس فبتنشره. فاحنا كل اللي عايزينه برضه ان المشكله توصل لناس كتير علشان تكون ناس كتير بتحاول ان هي تقدم النصيحه او بتحاول ان هي تقدم وجهه نظرها في المشكله ديت، وممكن يكون في حد عنده نفس التجربه وبيساعد غيره ازاي يطلع من التجربه ديت او ازاي تخطى الازمه ديت من خلال التعليق بتاعه. فارجوك اي فيديو تشوفه على اليوتيوب محتوى هادف اعمل له لايك لان ده هيساعد على الانتشار. ما تنساش كمان مره وانا اسف ان انا بكرر كلامي انك تشترك في القناه وتفعل الجرس. سلام.